بيبدأ فيلم النهارده بعد ما فيروس قاتل سيطر على العالم، وكانت الناس مستخبية في البيوت ومحدش بيخرج. وبنشوف ست اسمها لي وكانت بتربي بنات اخوها بعد ما مات هو ومراته بسبب الفيروس. وكانت لي عملت مكان آمن في الغابة وسميته لازا. وبتظهر ست بره البيت وبتقول لها تفتح وانها مش مصابة بس جعانة ومحتاجة تاكل، وبترفض ليه تفتح وبتطردها. لكن الست بتوريها صورة عيلتها وبتقول لها انها خسرتهم كلهم وكل طلبها انها تاكل، فبتصعب عليها وبتخرج تديها اكل. وبتكتشف انها مصابة وبتقول لها ترجع، وبتصمم الست تدخل وبتضربها ليه بالنار وبتقع على الارض وبتموت في ساعتها. وبيظهر البنات وكانوا تحت الترابيزه وخايفين. وبعد 10 سنين من الاحداث دي وبنشوف ولد وكان مضروب ومصاب جامد، وكان الولد ده اسمه مايكل وبيستخبى من حد وخايف. وبتاخدوا رجليه بسرعه ناحيه الغابه. وبنشوف البنات بعد ما كبروا، وكانت الكبيره ميف والصغيره ايمو، وكانوا بيهزروا مع بعض وبيلعبوا وكانوا بيحبوا بعض قوي. وطبعا ما كانوش خرجوا بره لازا طول عمرهم. وبتجري ايمو تكمل لعب في الغابه، وبتروح ميف تجمع الفاكهه، وبتتفاجئ ان في كوخ معمول من المشمع، وابتدت تراقبه من بعيد. وبتشوف الولد مايكل المصاب بالجروح، وكانت دي اول مره ميف تشوف فيها راجل. وبنروح عند عمتهم ليه وكانت راجعه من بره، وكانت هي الوحيده اللي بتخرج تجيب الطلبات. وبتوصل ميف عند اختها وكانت عايزه تحكي لها عن مايكل، لكن عمتها كانت وصلت وبتعرفه من العربيه فيها عطل وانها محتاجه ميكانيكي يصلحها، وكانوا بيعملوا اجراءات تطهير عشان الفيروس. وبعد ما بتدخل ليه بتقول ميف لاختها انها عايزه توريها حاجه مهمه، وبتاخدها وبتمشي بيها على الغابه. وبيوصلوا عند مايكل وكانت ايمو خايفه، وبتقول لاختها انهم مشوا بعيد، وبتقول لها ميف انها تهدى وان في راجل موجود في الكوخ ده. وبيمشوا بالراحه عشان تشوفه وما كانش موجود. وبيظهر فجاه من وراهم وبتقول له انه ما يتحركش، وكان مايكل خايف جدا وما بيتكلمش. وبتساله لو هو مصاب من الفيروس وبيعرفها انه مش مصاب، وبتطلب منه يقلع القميص عشان تتاكد. ولما بيفتح القميص بتشوف الطعنه اللي في بطنه، وبيطمنهم من ناحيته وبيعرفهم ان هو بس محتاج للمساعده وعايز مكان امن يستخبى فيه. وبتعرفه ميف انها هتسمح له بيوم واحد بس وبعديها يمشي. وبيسيبوه وبيمشوا، وكانت ايمو بتقول ان هو كده هيموت وانهم مفروض يساعدوه مش لازم يقولوا لعمتهم ليه. وبعدها بيوصلوا على البيت وكانوا بيهزروا كالعاده، وكانوا بيتكلموا عن مايكل. وبتقول ايمو ان هو كان خايف جدا وانها مش مصدقه انها شافت راجل، وبتقترح ان هو يقعد معاهم على طول من غير ما عمتها تعرف. ولما بيدخل الليل كانوا قاعدين مع بعض، وكانت عامله ميف قايمه بالطلبات اللي ناقصاهم. وزي ما احنا عارفين ان ليه بس هي اللي كانت بتنزل المدينه، وبتسالها ميف عن الوضع هناك وبترد عليها ان الوضع صعب وانهم مش لازم يفكروا يخرجوا من لازا. وكانت دايما بتخوفهم من المدينه وان العصابات منتشره في كل مكان، وانهم بيعذبوا الستات وان دورها انها تحميهم من انهم يشوفوا الحاجات دي. وبعد شويه بيطلعوا عشان يناموا، لكننا بنعرف انهم بيجهزوا ادوات، واتفقوا يروحوا عند مايكل بعد ما اتاكدوا ان ليه نامت. وبينزلوا بالراحه وبيتسحبوا لحد ما بيخرجوا بره البيت، وبيمشوا في الغابه لحد ما بيوصلوا عنده. ولما دخلوا عليه ما كانش بيتحرك وخافوا وافتكروه مات، لكنه كان نزف كتير وفقد الوعي. وبتقول ايمو ان جرحه محتاج يتخيط وانهم لازم ياخدوه معاهم على القبو، لكن ريف بترفض فكرتها. وبتقول ايمو ان هو كده هيموت وانها مش هتسيبه وهتعمل كده لوحدها. وبتغير ميف رايها عشان تساعد اختها، وما كانوش قادرين يشيلوه وبيسحبوه على الارض وبيمشوا بيه. وبالفعل بيوصلوا على البيت وبيدخلوا القبو بالراحه. وبنلاحظ ان ايمو ما كانتش لسه مصدقه ان في راجل قدامها، وما كانتش على بعضها وبتبص عليه جامد. وبتفكله القميص عشان اختها تخيط الجرح، لكنهم بيتفاجئوا بخطوات عمتهم وبيخافوا. وبتفتح الباب وبتدخل عليهم، وبتتصدم ليه وما كانتش مصدقه اللي هي شايفاه. وبتزعق جامد وبتقول انهم المفروض يحموا لازا، وانهم ما سمعوش كلامها وغلطوا غلطه كبيره هتكلفهم كتير. وبتأمرهم انهم يرجعوه بره في الغابه ويحمدوا ربنا ان محدش يعرف مكان لازا. وبتعيط ايمو وبتقول يسيبوه بس لحد ما يبقى كويس وبعديها يمشوه على طول. وبتأيد ميف رأي اختها وانهم عايزين منه معلومات، وبتوافق ليه وكانت زعلانه. وتاني يوم الصبح وبيفوق مايكل، وكانوا بيحضروا الفطار وبيسمعوا صوت من القبو، وكان مايكل خايف وبيخبط جامد. وبينزلوا عنده بسرعه وبيهجم على ميف، فبتضربه وبتعرفه انهم انقذوا حياته وانه لو ما هديش هتخلص عليه. وبتشرح له ان هو هيقعد معاهم بقوانين البيت لانهم لقوه انقذوه ووفروا له مكان امن واكل. وبيفهمهم ان هو مش هيأذي حد وان كل اللي هو محتاجه انه يفضل مستخبي عندهم. وبتقول له ليه ان هو يوعدهم انه ما يعرفش حد مكانه، وبيطمنها ان هو اصلا ما يعرفش هو فين. وبعد كده بيسيبوه وبيطلعوا على فوق. وبنشوف ايمو كانت بتحط ميك اب وبتتزوق، وكانت ميف مش عاجبها اللي اختها بتعمله. ولما بيدخل الليل بتروح عمتهم ليه عند مايكل، وبتفتح القميص وبتطمن على الجرح بتاعه وكان نايم. ولما بيصحى بتعرفه ان البنات ما خرجوش بره لازا قبل كده وانها مش عايزاهم يتأذوا، فبيقول لها ان هو محتاج لازا زيهم ومش عايز يخرج بره تاني. وبيطلع الصبح وبيروحوا البنات عنده، وكانوا رايحين عشان يحموه ويغيروا له على الجرح. وبتعرفه ميف ان لازا ليها مبادئ واولهم النظافه، وفي قوانين في المكان ولازم يمشي عليها. وبتروح عليه ايمو وبتساعده. وبيدخل الليل وكانت ميف مع عمتها، وبتحكي لها انها على طول بتحلم انها بتغرق، وان ايمو بتبقى شايفاها وبتفكرها بتهزر. وبتقول لها ليه انها ما تاخدش في بالها بس لازم تراقب اختها وما تشيلش عينها من عليها اليومين دول. وبتعرفها ميف انها عايزه تخرج معاها المره الجايه وهي بتجيب الطلبات،
وبتروح ميف عشان تنام، وبعد شويه بتقلق وبتاخد بالها ان ايمو مش في سريرها، فبتقوم وبتنزل على القبو عند مايكل وبتشوف معاه ايمو كانوا مع بعض في علاقه، فبتتضايق وبتسيبهم وبتمشي. ولما طلع الصبح بنلاحظ ان ميف غضبانه وبتدخل عند ايمو وقالت لها ان الفراخ بتموت وان ده بسبب اللي هي عملته مع مايكل، وقالت لمايكل ان هو قذر وخلى المكان قذر زيه وان ايمو ما تفرقش عنه كتير. وهنا بتضحك ايمو وبتقول لها انها غيرانه، فبتضربها ميف بالقلم جامد وبتروح تهجم عليها وبيضربوا بعض. وساعتها بتسمع ليه الصويت وبتدخل عندهم جري وابتدت تزعق معاهم وبيسمعوا صوت موتوسيكلات بره، وبيقول مايكل انهم لازم يستخبوا، وبالفعل بيجروا كلهم عشان يستخبوا، وكانوا مجهزين لكل واحد مكان يستخبى فيه، وبيختفوا وكأن البيت ما فيهوش حد. وبتظهر عصابه بموتوسيكلات وشكلهم حراميه، وكان في واحد منهم بيقول ان البيت ده باين عليه بيت الساحره العجوزه، وكان قصده على عمتهم ليه. وبيكسروا الباب وبيدخلوا جوه البيت، وكان الولد ده زعيم العصابه بتاعهم، وابتدوا يلفوا في البيت كله عشان يدوروا على حاجه يسرقوها. وبتاخد البنت اللي معاهم العروسه بتاعت ميف وبتحطها في شنطتها، وبتدخل عندها الاوضه وبتدور على اي حاجه دهب، وكانت ميف مستخبيه تحت السرير. وبنشوف باقي العصابه في المطبخ وكانوا بيلموا الاكل، وكانت ايمو شايفاهم ومرعوبه، وبتلاقي البنت دهب في الدرج وبتفرح وبتخبيه، لكن الزعيم بيظهر وبيقول لها تجيب الدهب، وبتنكر انها لقت حاجه، فبيضربها وبيقول لها انها كدابه وبيسيبها وبينزل على تحت. ولما بيخرج بره بيشوف القميص بتاع مايكل، وبعدها بيخرجوا كلهم من المكان وبيمشوا. وبتخرج ليه بسرعه وبتقول انهم كانوا بيدوروا على الواد ده، وبتروح عليه وبتقول له انه يعرفهم وان نفس الوشم اللي على جسمه موجود عندهم، وبتوقعه على الارض وبتقول له انه لو ما اعترفش بسرعه هتموته. وبيعترف مايكل انهم صحابه، وبتدافع عنه ايمو وبتتحجج انه ميكانيكي وهيصلح العربيه. وساعتها بتقول ميف انهم لمسوا كل حاجه وان المكان لازم يتطهر بسرعه، وبتقول لي ان مايكل ما يستحقش الحمايه اللي هم ادوها له، وان كده مكان لازم اتعرف. وكانوا دخلوا البيت ينظفوا ويطهروا المكان. وبتطلع ميف اوضتها وبتكتشف ان عروستها اتسرقت وكانت زعلانه قوي. وتاني يوم الصبح وكان مايكل ابتدى يصلح العربيه، وكانت ليه واقفه بتبص عليه ومتابعاه. ولما دخل الليل كانت بتعاتبه وبتقول له ان هديته مكان على الترابيزه معاهم وانه لازم يشكرها، وبيمسكوا ايدين بعض عشان يعيدوا قسم الحمايه وهو معاهم. وكانت ميف قرفانه منه ومش طايقاه. وبنعرف ان ليها هتخرج في الفجر عشان تجيب طلبات من المدينه. ولما سالت مايكل عن اهله قال لها انه يتيم وابوه وامه ماتوا بالفيروس، وبتقول له ليه ان هو غلط لما صاحب مجموعه من المجرمين وبقى واحد منهم، وبيعرفها ان ما كانش قدامه اختيار وانه خلاص قرر يسيبهم وعشان كده هرب منهم. وبيطلع الفجر وبتخرج ليه وبتركب عربيتها وكانت في طريقها على المدينه. وبتصحى ايمو وبتبص على ميف لكنها ما كانتش في سريرها، وبنعرف انها ركبت العربيه من غير ما عمتها تشوفها. وبتوصل ليه عند الماركت وبتنزل، وبتقوم ميف وبتشوف القطر وما كانتش مصدقه ان الحياه ماشيه عادي، وبتفهم ان عمتها كانت بتضحك عليهم. وبتنزل من العربيه وبتشوف ناس عاديه وحياه، وشافت العصابه وراحت عندهم وقالت للبنت ان العروسه دي بتاعتها. وبياخد الزعيم العروسه وبيديها لميف وبيمسكها من ايديها وبيقول لها ان هو عارف ان مايكل عايش معاهم، ولما انكرت عرفها ان هو مش هيسيبه. وبترجع ليه على العربيه وبتدخل عليها ميف وبتسالها من امتى المكان امن وهي عملت كده ليه، وازاي سابتهم فاكرين ان مفيش شوارع ولا ناس عاديه. فبتدافع ليه عن نفسها بان الفيروس هيرجع يهجم تاني وهي عملت كده عشان مصلحتهم، وان واجبها حمايتهم وطول عمرها بتعمل كده. وبتعرف ميف انها من دلوقتي حره في اختيارها، ولو عايزه تسيب لازا براحتها. وبترد ميف انها حبت المكان جدا وكانت سعيده. وبنروح على البيت وايمو ما كانتش على بعضها، وبتروح عند مايكل وبتقعد معاه. وكانت ميف في طريقها للرجوع وما كانتش مصدقه ومذهوله، ومشاعرها كانت متلخبطه لان المدينه كانت عايشه عادي جدا. وفي البيت وكان مايكل بيحكي مع ايمو بيقول لها ان العيال دي مش هتسكت غير لما يلاقوه. وبعد شويه بيوصلوا ليه وميف على البيت، وبتستقبلهم ايمو وبتسال ميف على شكل المدينه، وقالت لها ميف انها يا ريتها ما كانت طلعت، وفهمتها ان الدنيا بايظه بره. وبيدخلوا البيت وبيقولوا ان لازم كده حصل لها اختراق وان العيال دي هيرجعوا تاني وانهم لازم يستعدوا ويحطوا خطه. وبالفعل كل واحد منهم ابتدى ياخد مكانه وبيستعدوا. وقالت لهم ليه انهم طول عمرهم بيتدربوا وما يخافوش ابدا. وبتقعد ليه مع مايكل وبيفهمها ان هو حب ايمو وانه ما شافش حاجه حلوه في حياته غيرها. وفي الوقت ده وكانت ايمو واخده مكانها في الغابه ومركزه، وبيسمعوا اصوات العصابه من بعيد وبيقوموا والكل مستعد. وابتدوا يقربوا اكتر من البيت لحد ما بيوصلوا وبينزلوا. وبيدخل الزعيم بتاعهم البيت ومعاه واحد والبنت، وبتدي ايمو الاشاره اللي كانت بينهم، وفي ثواني بتقوم وبتضرب واحد بالنار والكل ابتدى يشتبك وبتنزل فيهم ضرب. وكان مايكل جوه البيت ومشتبك مع الزعيم. وبتروح ايمو وبتقفل عليهم من بره، وكانوا بيحاولوا يفتحوا الباب لكنهم معرفوش. وبتخلص ليه على واحد تاني وبتدخل عند البنت وكانت بتترجاها انها ما تموتهاش. وبيدخل الزعيم وكان مثبت مايكل، وبتبص عليهم ليه وبتوصل ميف وبتثبت الزعيم، فبيزقها وبيضرب على ليه وهي كمان ضربت عليه. وبتفتح ايمو الباب للبنت وبتسيبها تطلع، وبنشوف ليه مرميه على الارض والزعيم واقع ميت. وكانت ليه بتطلع في الروح وبتقول انها حاسه بالخوف لكنها فخوره بيهم جدا وانهم خلوها سعيده. وكان جرحها بينزف جامد وبتغمض عينيها. وبتكلمها ميف لكنها كانت خلاص، وبتعيط وهي مقهوره وبتقول لها ما تسيبهمش وانهم مالهمش حد غيرها. وما كانتش ايمو عايزه تصدق انها ماتت.
وبعد كام شهر من الأحداث دي وبتاخد ميف مكان عمتها، وبيرجعوا يتعاملوا كأنها موجودة. وكانت إيمو حامل وعلى وش ولادة، وكانوا لسه مخبيين عليها كل حاجة بالنسبة للحياة بره، وبيمسكوا ايدين بعض وبيقسموا على حماية المكان كالعادة. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده أحمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس أحمد فؤاد.